عمرك صحيت من النوم على وجع نار من رجلك؟ ممكن يكون صباع رجلك الكبير او مشط رجلك او حتى كعبك، المفصل وارم وفيه سخونيه واحمرار، الوجع يخليك مش قادر تستحمل الهواء يعدي عليه كأن في مسامير في رجلك، يخليك تقول يمكن املاح، يمكن برد في العظم، لكن الحقيقه استنى واسمعني في ثواني، ويلا اعمل فيديو لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. الحقيقه الحاله دي اسمها النقرس، وده بيحصل بسبب زياده اليوريك اسيد في الدم عن الحد اللي بيخليه يترسب في المفاصل زي الابر، يولعها وجع والتهاب، بس ده مش وجع بسيط، ده لو اتساب ممكن يدمر المفاصل ويبوظ الكلى كمان. ويلا بقى ركز في الفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. والنقرس ده بيجي الواحد بياكل لحوم حمراء كتيره، بقوليات وفول كتير، كبده وسجق ومأكولات بحريه كتيره، ده كله بيرفع حمض اليوريك اسيد في الدم ويولع المفصل. بتشرب مشروبات غازيه ومشروبات طاقه وعصائر مسكره كتير، وزنك زايد، كل كيلو زياده بيضغط على المفاصل ويزود الالتهاب، ما بتتحركش او حركتك قليله، بتشرب ميه قليل، بتعمل رجيم قاسي متهور، بتنام متاخر وتسهر كتير وتوتر وقلق نفسي، امراض مزمنه زي الضغط والسكر او الكلى تعبانه، ممكن ادويه معينه زي مضرات البول او مسكنات معينه تزيد الكارثه وتفجر الازمه، زي حالات كتيره بنشوفها بتتكرر كل يوم. لو انت واحد منهم اكتب لي في الكومنتات، زي شاب صغير جاي لي بيعرض الصيدليه بيقول لي ازاي مفاصلي بتوجعني زي الناس الكبيره، زي راجل كبير في السن باعت لي على الصفحه بيقول لي كل ما امد ايدي على اكل فول او لحمه لاحظتها تاني يوم المفصل بيولع نار، وصلت ان بقيت اخاف اكل دلوقتي والمشي بالنسبه لي عذاب. شاب رياضي بيقول لي بشرب مكملات غذائيه وبروتينات وباكل دسم عشان ابني عضل، لقيت نفسي بروح لدكتور العظام بدل ما اروح الجيم. ست بتقول لي كل لما اعمل رجيم قاسي هجمه الاعراض دي بتظهر عليا، بتوقفني على الشغل ناقص امشي بعكاز. كل الحالات دي طلعت نقرس، عملوا التحاليل وسمعوا الكلام ومشوا على النصايح واخذوا العلاج، في منهم اللي التزم وتحسن والحمد لله، وفي منهم اللي طنش ولسه في دوامه. والنصايح مش رفاهيه او كلام تنظير، ده بتفرق ما بين الشخص اللي بيعيش مرتاح او اللي بيعيش في وجع. اشرب ميه كتير حتى لو مش عطشان عشان الترسبات، وكل فراخ من غير جلد او سمك خفيف بدل اللحوم الحمراء، كل اكل صحي وزود من الفاكهه والخضار، واشرب لبن قليل الدسم، مغلي الشعير والشاي الاخضر باعتدال، وشراب الكرز الطبيعي، امشي نص ساعه يوميا ونام بدري وقلل السهر، وحاول تعمل تحليل يوريك اسيد بشكل دوري، التزم بالادويه اللي اتكتبت لك، ما توقفهاش من نفسك، ما تطنش، بلاش مشروبات غازيه ومشروبات طاقه ومشروبات مسكره، بلاش رجيم قاسي، خليه باعتدال، وخدها تحذير، ما تعتمدش على وصفات النت عشان ما تزعلش. واسمع مني، اول ما هجمه النقرس تبدا ارتاح فورا وما تحاولش تمسي وترهق المفصل، حط قطعه ثلج في كيس وحطها على المفصل وسيبها 10 دقائق وكررها كل ساعه. لو الالم شديد لدرجه انك مش قادر تتحرك خطوه، او الورم والاحمرار انتشر في اكثر من مفصل، لو حرارتك عليت مع رعشه او عرق شديد او دم في البول، التبول قل او انقطع، ساعتها مفيش وقت، ده معناه انه خطر اكبر، طوارئ مستشفى فورا ما تستناش. النقرس ده مش مجرد وجع بسيط بيروح ويجي، اهماله يدمر المفاصل ويبوظ الكلى، تصحى تلاقي صوابعك ومفاصلك متورمه ومتخشبه، كل حركه بتبقى عذاب. ومن الاخر كده، لا تسمع الكلام من بدري وتعيش مرتاح، لا تسيبه يجرك لطريق ملوش رجوع. لو عايز تعرف التحاليل والادويه اللي تساعدك في تشخيص وعلاج حاله النقرس، اكتب لي في الكومنتات نقرس. تابع روشته حياه واسمع العلم وخد نصايحك ومعلوماتك مع الصيدلاني زوم دكتور محمود مسعد.